النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة للشعر باللون البني، لون خيال. هنعمل النهاردة الوصفة بتاعتنا بمكونات سهلة وبسيطة، كلها موجودة عندنا في البيت. الوصفة ديت كمان هتدينا لمعان للشعر، هتدينا نعومة للشعر. المكونات اللي فيها ديت مكونات طبيعية، مكونات سهلة وبسيطة. ويلا بينا نشوف المكونات ايه هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول المكونات بتاعتنا. اول حاجة معانا قشر الرمان اللي هو اصل الوصفة بتاعتنا النهاردة، واهم حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة قشر الرمان يا جماعة. اهو انا منشفاه عندي في البيت اهو. انا قشر الرمان دوت ما اقدرش استغنى عنه ابدا، ليه فوائد كتير. وطبعا انا بستخدمه برضو في علاج القولون العصبي، جميل جدا جدا، بيعالج القولون العصبي يا جماعة في خلال ايام. وفي نفس الوقت كمان لما نشرب منه كوباية واحدة بس في اليوم، القولون يعني انسي بقى وجع القولون. نرجع بقى للوصفة بتاعتنا. معانا طبعا قشر الرمان. قشر الرمان دوت بيساعد على كثافة الشعر ومنع التساقط ومنع ظهور الشيب المبكر، وبيعالج مشاكل القشرة كمان، وبيقوي الشعر من جذوره. معانا كمان ايه؟ القرنفل. القرنفل يا جماعة دوت جميل جدا. اول حاجة بيدي ريحة جميلة للشعر، وبيمنع تساقط الشعر، وبيدي لمعان للشعر، وبيمنع برضو ظهور الشيب المبكر للشعر. معانا ايه تاني؟ حبة البركة. حبة البركة ديت طبعا كلنا عارفين فوائد حبة البركة ديت للشعر، بتدي لمعان وبتدي لون وبتقوي الشعر من جذوره. تاني حاجة الاتنين دول الشاي والقهوة بيدوا لون جميل جدا جدا للشعر، كلها مكونات طبيعية وما فيهاش اي حاجة هتضر شعرنا. ونشوف بقى هنعمل ايه ونكمل الوصفة بتاعتنا. هنشوف بقى كده دول كده على جنب كده اهو. ونجيب بقى الحاجة اللي احنا هنستخدمها بقى على النار اهو. هنحط بقى فيها المكونات ديت كلها كده، فيها كده المكونات الجميلة الطبيعية ديت اللي هتدينا فايدة، كلها فوايد ملهاش حد. ومعانا كوباية مية، كوباية كده اهي، كوباية مية هنضيفها بقى على المكونات بتاعتنا ديت، وهنرفعهم بقى على النار لحد لما يطلعوا بقى اللون بتاعهم الجميل كله والفوائد بتاعتهم والزيوت بتاعتهم. لمدة قد ايه؟ بتاع 5 دقايق كده هنسيبهم. 5 دقايق كده هنرفعهم على النار، وهنشوف بقى نكمل الوصفة بتاعتنا. وكده يا حبايبي اهو، بعد ما سبتهم اقل كمان من 5 دقايق اهو، طفيت عليهم خلاص وهصفيهم وهسيبهم بقى يهدوا خالص، ونكمل الوصفة بتاعتنا. ودي المكونات بقى بتاعتنا اهي بعد ما صفيناها اهي. الخطوة اللي بعد كده هنجيب بقى حاجة برضو ان احنا هنستعملها بقى على النار اهي. نجيب حاجة كده صغيرة كده اهو، هنحط بقى المكونات بتاعتنا ديت كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون؟ اللون لوحده تحفة تحفة. احنا مش هنحط بقى الكمية بتاعتنا ديت كلها، على قد ايه ما هنستعمل. لو شعرك طويل ضعف الكمية، شعرك تقيل ضعف برضو الكمية. انا بعمل الكمية اللي انا هتقضيني انا. اللي بعد كده هناخد معلقة نشا كبيرة، هناخد معلقة نشا كبيرة ونقلبهم كويس قوي مع بعض. انا سبتهم لما يبردوا علشان لازم النشا يتقلب، تكون الحاجة باردة خالص ما يكونش سخن. ونقلبهم كده مع بعض. انا كده بعد ما قلبتهم بقى كويس قوي اهو مع بعض، هرفعهم بقى على النار لحد لما يدينا بقى القوام الكريمي، ونكمل بقى الوصفة بتاعتنا. والتقليب هيكون مستمر على النار كده بقى. بعد ما رفعتهم من على النار اهو اهو، شايفين اللون الجميل ده اهو. مش هنضيف ولا اي حاجة تاني اهي. دي بقى وصفتنا النهاردة. والنشا يا جماعة بينعم الشعر وبيديله لمعان جميل جدا. ولو حابة ان انت تستبدلي النشا بمعلقة حنة زي ما انت عايزة، بس انا بفضل النشا اهو. والحنة برضو لها فايدة كبيرة برضو للشعر.
هننزل بقى المكونات بتاعتنا ديت كده الجميلة ديت في طبق كده. شايفين اللون؟ هننزل بقى المكونات بتاعتنا دي بقى في الطبق بتاعنا ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لون تحفة تحفة. عايزة تضاعفي الكمية ضاعفيها، كلها مكونات طبيعية ما فيهاش اي حاجة ضارة للشعر، بالعكس كل المكونات ديت لها فايدة للشعر اهو. الاستعمال بقى زي اي وصفة وزي اي صبغة، لازم الشعر يكون مغسول كويس قوي قوي ومتشال منه اي زيوت او اي كريمات، ونسيبه بقى ينشف. نستعمل بقى الوصفة بتاعتنا ديت. هنجيب الشعراية من فوق لتحت، هنقسم الشعر كده وهنجيبه من فوق لتحت، وهنسيبه فترة طويلة زي اي صبغة بنستعملها لمدة ساعتين 3 4. هتدينا نتيجة احسن. كل ما نسيب الوصفة بتاعتنا ديت هتدينا نتيجة احسن ولون احلى. وبعد كده هنغسل الشعر بمية عادية خالص خالص، وبعدين استعملوا بقى الكريمات اللي انتوا بتستعملوها، كريمات او زيوت، ولفوا شعركم وافردوه وشوفوا بقى اللون الجميل التحفة. هو اللون ده بدون اي مواد ضارة للشعر، مكونات كلها طبيعية وموجودة عندنا في البيت ومش مكلفة اهي. متنسوناش بقى في اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.